إحنا جينا إلى هنا من أجل أن يسافر زوجي ترحيل إلى أسبانيا، وتفاجأنا ونحن في المطار أنهم سيرحلوا إلى عدن. أناشدهم، أناشد كل المنظمات وكل القيادات السياسية، أناشد السفارة اليمنية أن ترسل بمذكرة لتمنع السفر في المطار. يقولوا لنا لازم السفارة هي التي تمنع السفر. الوزراء عندما طلب منهم التوقيع على هذه الاتفاقية طلبوا صورة الاتفاقية، قيل لهم أنها سر من الأسرار ونوقع عليها. طيب، قيل لهم استمعوا إلى شرح الوزير واكتفوا بشرح الوزير ووقعوا عليها. حاولت أن ألفت الانتباه أو أكشف مكامن الخطر الذي يحدق في اليمنيين. اليمنيين لا يعيشون حالة حرب فقط، ما يتعرض له عادل الشجاع تتفقوا أو تختلفوا، تحبوا ولا تكرهوا، عمل تافه وعمل حقير وعمل جبان.